السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ اموركم بخير وعلى خير. نتمنى الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال، تكونوا كاملين مزيانين وكاملين بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا مره اخرى في وصفه من وصفات ياسمينه. اليوم بحول الله جبت لكم واحد ديسير على شكل تورته، واحد التورته كتجي هائله اكثر من رائعه، كتجي غزاله وبنينه ولذيذه وسهله في التحضير ديالها. واحد التورته بالبرقوق معسل، كتجي روعه روعه روعه. اذا بلا ما نطول عليكم، نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. اذا فبالنسبه لهاد الديسير ديالنا فغادي نحتاجو هنايا 6 ديال الحبات ديال البيض يكونوا بحراره المطبخ. غادي نحتاج واحد الحك ديال نيستلي، 4 ديال الحكاك ديال دانون ناتوريل دانون مسوس، و3 د المعالق كبارين ديال لا مايزينا. اللي ما متوفرش عنده مايزينا يمكن يعوضها بالدقيق، الدقيق الابيض ديال الحلويات الفورس. هنايا غادي ناخذ واحد لو بول، واحد الاناء اللي غادي نخدم فيه. غادي نوضع اول شيء دوك الحكاك ديال دانون، كما سبق لي قلت لكم دانون ناتوريل يكون مسوس من الافضل. غادي نخوي دوك 4 الحكاك ديالي، غادي نضيف ليهم داك الحبات ديال البيض. بالنسبه للبيض غادي نضيفو حبه بحبه، وكل ما ضفت الحبات البيض نحاول نخلط مزيان حتى نكمل دوك 6 البيضات ديالي كاملين. من بعد غادي نضيف داك الحك ديالي ديال نيستلي، وغادي نستمر في التحريك حتى كتندمج ليا دوك العناصر كاملين. ومن بعد غادي نضيف دوك 3 د المعالق ديالي كبارين، كبار يكونوا، ديال لا مايزينا. وكما سبق ليا وقلت لكم اللي ما توفراتش عنده مايزينا ماشي مشكل، يدير يدير الطحين الدقيق الابيض ديال الحلويات. هنايا غادي ناخذ داك القالب اللي غادي نوضع فيه داك الديسير اولا ديك التورته ديالي. غادي نغلفو بالبابي كويسون، الورق ديال المطبخ. سبق ليا ديجا وقلت لكم واحد الفكره بالنسبه لورق المطبخ، من نبغيو نغلفو به شي مول، من الافضل اننا نستعملوه بهذه الطريقه هذه. كيف ما شفتوا معايا كنمعسوه هكذا بيدينا، هكذا كياخذ لينا فاسيلمون لا فورم او الشكل ديال القالب اللي غنغلفوه به. ومباشره كنوضع داك الخليط ديالي ديال ديك التورته او داك الديسير. كما كتشوفوا راه هو كيجينا خفيف، ما كيجيش ثقيل بحال الكيك. وهنايا ما بقى ليا غير نوضعوه في الفران يطيب على حراره 180 درجه لمده 45 دقيقه حتى كيتحمر ليا مزيان من الفوق. وهنايا غادي ندوز باش نصاوب البرقوق ديالي معسل. انا هنايا اختاريت البرقوق لانه هو اللي متوفر عندي. نتوما يمكن لكم تستعملوا اي نوع كان عندكم ديال لي فخوي، بشرط انها تكون لي فخوي الحمراء، يعني فخومبواز اولا التوت اولا لي فريز. هنايا خديت شويه ديال البرقوق، واحد 5 د الحبات، 2 ديال لي ساشي ديال الفاني، وغادي نحتاج كذلك للسكر. انا اول حاجه غادي نستعملها هو هذا البرقوق هذا. بطبيعه الحال بعد ما غسلته ونشفته غادي نحاول نقطعو هكذا طريفات صغارين طوالين.
هنايا بعد ما قطعت داك البرقوق ديالي كامل، كنوضعو في واحد المقيله على نار تكون هادئه. كنضيف ليه دوك جوج ديال لي ساشي ديال الفاني، وكنضيف ليه واحد 2 حتى ل 3 د المعالق كبارين ديال السكر سنيده، وكنخليوه هكذا كما سبق ليا قلت لكم على نار هادئه. كيف ما كتشوفوا معايا البرقوق بعد ما كيتعسل لينا راه كيطلق لينا واحد الماء ديالو اللي كيتشكل لينا على شكل سيرو، وداك السيرو هو اللي عندنا به الغرض باش كنزينوا ديك الطورطه او داك الديسير ديالنا من الفوق. نحاولوا ما نبداش نحركوا بزاف ديك المقيله ديالنا باش ما يتعجن ليناش دوك الطريفات ديال البرقوق. فقط واحد 5 حتى ل 10 دقائق وكنطفيو عليهم باش ما ينشف ليناش داك السيرو باش يبقى لينا. بالنسبه اللي ما عندهاش الوقت انها توجد هاد السيرو هذا بلي فخوي، فراهم كيتباعوا واجدين فواحد القريعات. وهذا كيكون الشكل النهائي ديال الطورطه اليوغورت ديالنا بالبرقوق معسل. كيف ما كتشوفوا كيجي واحد الديسير اللي هو رائع وسهل، كتجي لذيذه في المذاق ديالها، بنينه، كتجينا على شكل فلون، غير هي كتجي مجموعه شويه في القوام ديالها. كنقدموها مصحوبه واحد الكويس هكذا ولا واحد الزليفه مع داك السيرو اللي عسلنا بالبرقوق، او اي نوع اللي كان عندكم ديال لي فخوي كما سبق ليا وقلت لكم. وما بقى لينا غير نقدموها بالصحه والراحه. وهنايا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنتمنى نكون فتكم بشي حاجه جديده. ما تبخلوش عليا بدوك اللايكات ديالكم. كنشكركم بزاف على الرسائل اللي كتبعتوا بها وعلى الدعم ديالكم للقناه. ونتشوفوا في فيديو جديد مع وصفه جديده من وصفات ياسمينه، ونهاركم مبروك.